ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين. النهارده يا حبايبي هنعمل غرزة جميلة جدا، وهي اسمها غرزة البيكو. الغرزة دي بنقدر نستخدمها في اكتر من حاجة، زي ان احنا مثلا لو عاملين كوفية ممكن نزين طرف الكوفية بيها، او شال او بطانية او اي حاجة محتاجة تزيين بنعملها بيها. بنعملها ازاي بقى غرزة البيكو دي؟ بنبتدي طبعا انا هستخدم لون مختلف تماما علشان الغرزة يكون شكلها واضح. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده قطعة انا عاملاها من غرزة النص عمود، عاملة كذا صف. فهنبدأ بقى ان احنا نعمل غرزة البيكو. طبعا بندخل الخيط كده زي ما اتعلمنا، تمام. نبتدي نعمل اول غرزة. هنعمل هنا غرزة حشو عادية خالص، تمام. وفي اللي جنبها برضو هنعمل غرزة حشو عادية خالص اهي كده، غرزتين حشو. بعد كده هنبتدي نرتفع ب3 سلسلة. وعشان نعمل غرزة البيكو بقى بنعمل طبعا احنا عاملين هنا غرزة حشو. شايفين يا بنات حرف الفي ده؟ هنبتدي ندخل من جواه كده، تمام. ونبتدي نسحب الخيط ونعمل غرزة غرزة منزلق كده. تكون معانا اول غرزة بيكو معانا. هنكمل كده اللي بعده، هنبتدي نعمل غرزتين برضو حشو، يعني في الغرزة اللي بعدها هنعمل غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو عشان الغرزة تبان اكتر معانا. ادي كده دي اول غرزة بيكو معانا. هنعملها تاني، نبتدي ناخد 3 غرزة سلسلة، وهنبتدي ندخل تحت حرف الفي اللي هو بتاع غرزة الحشو اللي احنا عملناه، ونسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة عادية خالص. بعد كده نيجي في اللي جنبها نعمل غرزة حشو، وبعدين اللي بعدها برضو نعمل غرزة حشو. هل هي دي طريقتها بس؟ لا، في ناس ممكن تزود في عدد السلاسل اللي بنعملها، يعني بدال مثلا ما ترتفع ب3 بس، بيبقى على حسب قطعة الشغل وعلى حسب طول الزخرفة او الغرزة البيكو اللي انت عايز تعمليها. ممكن تتعمل ب3، ممكن 4، ممكن 5، ممكن زي ما تحبي. يعني دلوقتي احنا هنجربها مثلا ب5. هندخل كده هنا برضو تحت حرف الفي بتاع غرزة الحشو ونعمل. فهنا الغرزة طولت شوية، كبرت شوية معانا، تمام. فده بيبقى على حسب الباترون او على حسب ما انت شايفة الافضل للقطعة اللي انت عايزة تزينيها، تمام. وكمان في برضو حاجة تانية، في ناس ممكن مثلا ما تعملش غرز حشو كتير في النص بين الغرزة والغرزة، ممكن تكتفي بغرزة او غرزتين او 3 او 4، برضو بيبقى على حسب الباترون. بس هي يعني انا بشرح فكرة الغرزة العامة، تمام. فكده هنرتفع غرزة 2 3 ونبتدي ندخل تحت حرف الفي بتاع غرزة الحشو اللي احنا عملناها في الصف، تمام. وبعد كده نسحب الخيط ونطلع نعمل غرزة منزلقة عادية. هنعملها تاني، ندخل في الغرزة اللي جنبها على طول نعمل غرزة حشو، واللي بعدها برضو غرزة حشو، بحيث ان يبقى في مسافة ما بين الغرزة والغرزة، فشكل غرزة البيكو اللي هي للتزيين تبان. نبتدي ناخد غرزة 2 3 نعمل نفس الكلام، ندخل تحت حرف الفي يا بنات اهو كده، ونسحب الخيط ونطلع بمنزلقة. بعد كده ندخل نعمل حشو تاني في الغرزة اللي بعدها على طول. ادي كده غرزة، ادي التانية، تمام. ونكرر نفس العملية. ادي كده غرزة 2 3 وندخل تحت حرف الفي بتاع غرزة الحشو ونعمل منزلقة كده، ونعمل اخر غرزتين حشو معانا في الصف. كده احنا خلصنا الصف. طبعا على حسب ما انت حابة بقى، حابة تزيني الاطراف كلها بتزينيها، حابة تزيني طرف واحد، على حسب بقى الشغل اللي انت اللي انت عاملاه. بس دي
شكلها ببساطة. الفرق بقى في حاجتين زي ما قلت، في ناس ممكن تزود في غرز الحشو اللي في النص بحيث ان يكون في مسافة ما بين الغرزة والغرزة، تمام. وفي ناس ممكن تخلي غرزتين او غرزة واحدة على حسب بقى ما انت حابة. اما ارتفاع الغرزة ذات نفسها هي المفروض ان هي 3 غرزة سلسلة، بس لو انت حابة تعليها او لو مثلا قطعة الشغل اللي انت عاملاها كبيرة زي بطانية زي كوبرتا زي اي قطعة كبيرة وحابة تبرزي الغرزة او تبينيها اكتر، ففي الحالة دي بتزودي في عدد غرزة السلسلة وبتخلي فيه فاصل بين الغرزة والغرزة علشان الشكل العام يبقى في الاخر حلو وجميل. فدي غرزة طبعا للتزيين جميلة جدا، بتستخدم في حاجات كتير قوي. يا رب يكون الشرح سهل وبسيط ويكون عجبكم. متنسوش طبعا يا بنات تعملوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين.